ناس كتيرة كانت بتبعت لي تسأل على طريقة لزيادة مخارج الام دوت 2 على البوردة. بصراحة الاول كنت بستغرب السؤال، يعني بقول مين هيركب اكتر من 2 ام دوت 2 مثلا على البوردة؟ هتعملوا بيهم ايه؟ مالكش دعوة. بس فعليا مع تطور وحدات التخزين وان الام دي 2 بقى شيء اساسي زي ما وضحنا قبل كده، وكمان اسعاره بقت قريبه قوي للاس اس دي، السؤال ده ما بقاش غريب خالص. النهارده معانا من شركه سابرنت تول او كارت بي سي اي بيركب على البورده، بحيث لو المنافذ عندك خلصت وعايز تزود اماكن للام دي 2، او حتى لو ما عندكش ام دي 2 على البورده برضه هيركب معاك وهيديك امكانيه توصل 4 ام دي 2 مع بعض. اختراع عظيم بصراحه، اول لما شفته في سابرنت قلت لازم نجرب حاجه زي كده. يلا بينا هنشوف كل تفاصيله مع بعض في حلقتنا النهارده. هيا بنا في رحلة شهبية جديدة. القطعة اللي معانا النهاردة فايدتها باختصار هي زيادة مخارج الام دي 2، بحيث لو عندك بوردة مخارجها قليلة او حتى ما فيهاش مخارج اصلا، من خلال التول دي هتقدر توصل 4 ام دي 2 NVMe من خلال منفذ بي سي اي اكسبريس 3. حل عملي ومميز جدا خصوصا مع الناس اللي بتستخدم ام دي 2 كتير كوحدات تخزين. الادابتر بيجي عليه هيت سينك كبير من الالومنيوم باللون الاسود، تقيل والخامات بتاعته محترمه جدا، بيتفك بسهوله من خلال 4 مسامير هتلاقيهم مربوطين بالشكل ده، ولما بنفكه بنلاقي عليه من تحت 2 سيرمال باد، واحده على الشريحه الخاصه بالكارت نفسه والتانيه كبيره مغطيه اماكن تركيب ال4 ام دي 2 بالكامل. بصراحه تبريد مميز جدا، يعني مش هتحتاج اكتر من كده. عندنا خصائص كتيرة كويسة، هوضح جزء منهم بشكل سطحي وسريع جدا. مثلا ASBM، ودي بتنظم مراحل الطاقة وبتمنع اي مشاكل في توزيع التيار على الام دي 2 اللي واصل ومنها للكارت. كمان معانا AER، ودي خاصية مميزة بتكتشف اي خطأ اساسي في منفذ البي سي اي نفسه، وخاصية LTR، ودي بتنظم معدلات الاستجابة والقراية بحيث تاخد احسن اداء مستقر، وغيرهم من خصائص تانية بتدعم الاداء بشكل كبير. معانا ضمان 2 سنين من سابرنت، بس ما تنساش تسجل على الموقع عشان تاخدهم كلهم، ولو ما سجلتش برضه هتستفيد بسنة كاملة ضمان. السعر $180، يعني حوالي 5700 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في السعر حسب ظروف العملة في كل بلد. وصلنا اكتر من ام دي 2 من كذا شركة، وتعمدنا ان هم ما يبقوش كلهم البراند بتاع سابرنت عشان نشوف مدى الدعم للموديلات المختلفة. الدنيا اشتغلت تمام جدا، مفيش اي مشاكل، التبريد ممتاز، وكمان الدنيا مستقرة زي الفل. معدل السرعات بيوصل ل 1700 ميجا ماكسيمم في القراية او الكتابة، وده اعلى معدل وصلنا له سواء ام دي 2 منفرد او اكتر من واحد متوصلين سوا، هو نفس المعدل، ودي تقريبا اعلى حاجة هتقدر توصل لها على الكارت اللي معانا ده. بشكل عام الادابتر يعتبر حل ممتاز لزيادة عدد المخارج، هيقدم لك تبريد واستقرار في الاداء وسرعات بتوصل لجيجا ونص في الثانية، كل ده بالاضافة للكواليتي الممتاز من سابرنت. فزي ما وضحنا كده، لو عايز اماكن كتيرة للام دي 2 والبوردة بتاعتك ما بتسمحش، ارشح لك السابرنت ادابتر كارد، ده هيفيدك جدا.